في ماتش الاهلي وانبي بكره الجمعه الساعه 8 ان شاء الله باذن الله في كاس الرابطه، مجموعه من اللعيبه الاساسيه مع مجموعه من اللعيبه الاحتياطيه مع مجموعه من الناشئين ان شاء الله باذن الله هيكونوا موجودين. ما اقدرش اقول على كل اللعيبه اللي هتلعب هي لعيبه احتياطيه فقط، يعني جراديشار ما اقدرش احكم عليه ان هو احتياطي، محمد عبد الله ممكن نقول عليه ماشي احتياطي، لكن في لعيبه تانية كانت بتلعب اساسيه في فتره من الفترات وكانت بتلعب في الفترات الاخيره. فان شاء الله باذن الله ربنا يوفق المدرب بتاعنا يختار التشكيله الافضل، يطلع لنا 2 3 كده ينوروا لنا في الفرقه من الناشئين ومن الشباب، وان شاء الله باذن الله كمان ناخد 3 نقاط بتعود اللقاء. الحكم بتاع اللقاء ده هو محمد معروف. تقول لي ليه بقى محمد معروف مش ليه محمد معروف؟ انا ما اعرفش، يعني انا ما اعرفش ليه جايبين محمد معروف، ولكن محمد معروف. محمد معروف من الحكام الممتازين في قاره افريقيا، اللهم الا بعيدا عن ماتشات النادي الاهلي، بعيدا عن ماتشات نادي الزمالك. ابعد معروف عن ماتشات الاهلي والزمالك حكم جيد، حط معروف في ماتشات الاهلي والزمالك، يعني انا بحس كده ان هو ما بيشوفش قدامه حرفيا، ولا للاهلي ولا للزمالك، سواء يعني اخطاء ليهم او عليهم هم